بالنسبة للفوز اليوم أمام المنتخب الإيراني، منتخب تصنيفه عالي، منتخب اسمه كبير بالقارة، أكيد هذا الشيء راح يعطيكم جرعة معنوية لمواجهة استراليا المرتقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف احنا هذه المباراة خذناها اللي عندنا مباراة مع استراليا، الحمد لله والشكر. المدرب اجرى تغييرات بالخطة، يعني هو يعني يلعب بخطة هجومية، الحمد لله والشكر. قدرنا ان نحقق بها الاداء وحققنا بها الفوز الحمد لله. اللي قدمناه اليوم نريد نقدمه مع استراليا ان شاء الله. مع استراليا نقدم كل ما عندنا، لان احنا بحاجه لثلاث نقاط، وان شاء الله على قدر المسؤوليه ان شاء الله، ونفرح شعبنا، ونتمنى ان الجمهور العراقي يحضر في هذه المباراه مع استراليا لحصل ثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. شكرا كابتن. بالنسبة للفوز اليوم أمام المنتخب الإيراني، ما مدى انعكاس هذا الفوز على روحية المنتخب، وأيضا من الناحية الفنية كيف فادت هذه المباراة منتخبنا الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه انت مثل ما تعرف انه اليوم المنتخب الوطني اللي هي يمكن صار 3 ايام من وصل معسكره في ايران تحضيرا اكيد للمباراه المنتخب الاسترالي ومنتخب السعوديه. نشوف اليوم انه الحمد لله والشكر انه وصول نصف اللاعبين المحترفين، وبانتظار اللاعبين المحترفين البقيه ان شاء الله يكملون صفوف المنتخب. تعرف انه هي مباراتنا اليوم كانت مع منتخب ايران مباراه مشابهه الى الاسلوب المنتخب الاسترالي، اكيد انه طبقنا داخل الملعب ما اراد من عندنا المدرب باسلوب وتكتيك خاص مشابه الى مباراه منتخب استراليا. الحمد لله والشكر انه قدرنا نطلع بنتيجه ايجابيه، وتعتبر انه هاي النتيجه الايجابيه دافع معنوي لنا كلاعبين، وتحضيرا اكيد للمباراه المرتقبه، المباراه المهمه هي مباراه استراليا، وان شاء الله نشوف المعنويات اللاعبين اليوم بدات ترتفع اكثر، وان شاء الله راح نكون جاهزين اكيد لمباراه منتخب استراليا. ان شاء الله راح تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله من صالحنا. شكرا كابتن.